لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لەوانەی 1044 لەوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بەم بەستی ڕەزامەندی رب العالمین و هیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لێ وەربگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. بەڵێ خۆشەویستان دیارە ئەو ئاتە لە دوای ئەو چەند ئاەتە دێکەوە پێشووتر لە خزمەتیدا بووین کەوا بریتە لەوەی کە کەسێک یاخود کەسانێک عەهد و پەیمان دەدەنە رب العالمین ئەگەر بێت و خوای گەورە فەزلی خۆی پێیان ببەخشی لە ماڵ و دارایی دنیا ئەوە ئەوانیش دەبەخشنەوە و دێنە ڕیزی ساڵحان، بەڵام کاتێکەوە ئەڵڵا تەعالە پێیانی بەخشی بەخیلوا بێ بەخیلیان پێکرد و هەروە عەهد و پەیمانەکەیان نەگەیاندە سەر، لە نەتیجەدا چی بەدوا هات، چی لێ بەپاش کەوت، ئەو بەخیلیە و ئەو درۆزە نیە. ئەوە بوو کە خوای گەورە فەرمووی نیفاق کەوتە دڵیان هەتا ڕۆژە قیامەتێ، هەتا ئەو ڕۆژە دەگەنەوە لقای رب العالمین. ئینجا فەرمووی ئەوانە نازانن کە ئەڵڵا تەعالا نهێنیەکان و چرپەچرپی نێوانیان هەمووی دەزانی و هەروەها ئەوەی کەوا لە بەشەرەکان و لە بەندەکان غەیبە. خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا هەمووی دەزانی و هەمووی شارەزایە. بەڵێ دیارە لە ثەمەرە و بەروبوومی ئەو ئاتە و ئاتەکان پێشووتر وەکو لە تەفسیری قاسمی دەڵێ لەوانە ئەن الوەفاء بالوعد واجب، کەسێکەوە وعد و پەیمانێکیدا پێویستە واجبە لەسەری کەوا بیگەینتە سەر. ئیذا تعلق العهد بواجب، بەتایبەتی کاتێکەوە ئەو عەهد و پەیمانەیدا بۆی کەوا واجبێک بەجێبگەینی ئیتر پێویستە و عەهد و پەیمانە بەجێبگەینی. والعهد إن حمل على اليمين بالله فذلك ظاهر. ئیتر عەهد و پەیمانە ئەگەر بە سوێند خواردن بە ذاتی خوای گەورە بیبەستیتەوە ئەوە تەمەن حکمەکەی دیار پێویستە بیگەینتە سەر. وإن حمل على النذر، ئەگەر بیکاتە نەزریش لەسەر خۆی ففي ذلك تأكيد لما أوجب الله، کە غاتێش بکاتە نەزر لەسەر خۆی ئەوە مؤکدتر دەبی لەسەری کەوا پێویستە جێبەجێی بکە و هیچ مەجالی تێدا نیە، بە تایبەتی لەو شتانی کەوا تاعەیە پێویستە جێبەجێی بکە. سیوطی لە ئیکلیل دەڵێ فيه أن إخلاف الوعد والكذب من خصال النفاق، کەواتە ئەو ئاتانە بەڵگان لەسەرەوەی کە وعد شکاندن و درۆکردن لە صفاتەکانی نفاقە. فيكون الوفاء والصدق من شعب الإيمان، لە بەرامبەردا جێبەجێکردنی ئەو وعدەی کە دایتت و هەروەها ڕاستگۆیی لە شعبی ئیمانە، لە نیشانەکانی ئیمانە. و هەروەها ئەو ئاتان چیتەدا المعاقبة على الذنب بما هو أشد منه. ئەو ئاتانەوە لێ وەردەگیرێکەوە جاری وایە کەسێک گوناح دەکا ئەگەر بەردەوام بێ لەسەر گوناحی سزایەکی دێتە سەرێ بەوەی کەوا خراپتر لەو گوناحی کە ئەنجامیدا، وەکو خوای فأعقبهم نفاقا، واتە سزایەکە ئەوە بوو لە دوای ئەوەی کەوا ئەوان خلافیان کرد درویان کرد نفاق کەوتە دڵیان. واستدل بها قوم على أن من حلف إن فعل كذا فله علي كذا أنه يلزمه. وهروها دەڵێن ئەو ئاتەش بەڵگەیە لەسەرەوەی کە کەسێک سوێند دەخوا ئەگەر إن فعل كذا فله علي كذا، واتە کەسێک سوێند بخوا لەسەر فعلی غەیر خۆی بڵێ فڵانە کەس وای کرد ئەمنیش ئاوا دەکەم فإنه يلزمه، کەواتە ملزەمە کەوا ئەگەر فڵانە کەس ئەو شتێک کرد کە ئەو وعدی لەسەردایە پێویستەویست جێبەجێ بکە. رازی دەڵێ ظاهر الآية يدل على أن نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق. ظاهری ئاتکە بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کەوا
کەسێک عهد و پەیمان بشتێنی و وعدەکەی نەگەیەنیتە سەر لە نەتیجەدا نیفاق لە دڵی دروست بۆ کلوانی بڕادش باسمان کرد ئەوانە نیشانەی نیفاقی عەمەلین بەڵام کاتێکەوە کەسێک بەردەوام لەسەر نیفاقی اعتقادیش لە دڵی دروست بخوا پەنامەندا فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه لێ مسلمان پێویستە زۆر با بڵێن زێدەڕۆیی لەوەی بکە کە خۆی لەو صفاتان بپارێزی فإذا عاهد الله في أمر فليجتهد في الوفاء به ئەگەر هەر عهد و پەیمانێکی دا الله تعالى یاخود دا غەیری ئەڵڵاش بە هەوڵ بدە جێبەجێی بکە ومذهب الحسن البصري رحمه الله أنه يوجب النفاق لا محالة وتمسك فيه بهذه الآية إيتر الحسن البصري رحمة خوای لێبێ دەڵێ هیچ مەجال تێدانی کەسێک درۆی بکە یان خلافی وعد بکاتن عهد و پەیمان نەگەینتە سەر هیچ مەجال تێدانی يوجب النفاق نفاق لە دڵی دروست دەبێ خوا پەنامان بدە ئەو ئاتەشی دەکردە بەڵگە لسبب نزول أو آتانا عادة لزوربي تفسيرك قصي ثعلبة دينوا وكو ابن كثير زورق لو أنا هنايتيانوا وقد ضعفها جهابذة أهل الحديث ديار قصي ثعلبة كقوايا الصحابية ولا أصحاب پیغمبر صلى الله عليه وسلم عيني داوي لپیغمبر كده صلى الله عليه وسلم دعاي لو بكاتن خواهي قول دولمندي بكا اگر دولمندي بكا اويش اونده دبخشي ئیتر پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دوعای لۆ دەکا و دەوڵەمەند دەبی بەڵام لە نەتیجەدا و عهد و پەیمانەکەی ناگەینتە سەر ئەسڵەن ئیستعدادی نییە زەکاتیش بداتن لۆیە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم کە نوێنەر دەنێتە لەبۆی زەکاتدا زەکات نادا بەڵام دواتر پەشیمان دەبێتەوە دێتن پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لێی قبول ناکە پاشان ئەبوو بەکر کە دەبتە خەلیفە خوای لە ڕازی بی عینی دێتەوە دەینیتە لاوی ئەوش قبول ناکە ئیمامی عومەر قبول إلى آخر ئەو قسەی دەینەوە كقوا ثعلبة بوشي ويبوبي كيكك لأصحاب بلام أو حديثة قد ضعفها جهابذة أهل الحديث ورأس أو حديثة علماء قوري أهل حديث دارين حديثة شيء ضعيفة وكو ابن حزم وبيهقي وقرطبي وهيثمي وعراقي ابن حجر وسيوطي ومناوي وغير وان رحمتي إخوان لبي درن ضعيفة وبين أن في إسنادها علي بن يزيد وهو ضعيف لبرو لسندي جيرانوي حديثك علي كور يزيد تذاك وكسيشي ضعيفة ليور ناجلة كما أن من رواتها معان بن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن وهما ضعيفان وهلوها أواني كرواتي ذا كان أو دو كسش بهماشي أوانش أواني ضعيفا وذكر ابن حزم تضعيفها من جهة متنها أيضا ابن حزم ضل لجهة متن شو نك لجهة إسناده لو روش لنا وروكوش هر ضعيفة يتر ما دام علماء ضعيفة فعلا هل وهاج لا يقتركوا أو لأصحابي في صلى الله عليه وسلم ناوشيته زيادة الباز لمنافق خانك كوا فعلا منافق هبوني برام ثعلبة أو نبوة والله أعلم ثم بين تعالى من مساوئ المنافقين نوعا آخر فاشان أوزا خواهي سبحانه وتعالى درجة آتكان باز لخراب كاريكان منافقكان دكان لجوري شتر وهو لمزهم المتصدقين وكوا عيب لا أو كسان دبين نوا كوا دبخشن إثر خواهي قرد فرمي الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات وتا منافقكان عيب لا أو متطوعان دبين وتا إن هاتين التطوع كان صدقة كان لإيمان داران لو صدقي كذا يبخشن عيب يعني لدبينه أواني كذا بخشن والذين لا يجدون إلا جهدهم أواني كدولة من نزور دبخشن هر عيب يعني لدبينه أواني كواهيت يعني نشتش كم نبي عيب لوانج دبينه قالتان بيذا كان يترخوا يقول من المقابل قال تكردني أوان بإيمان داران سخر الله منهم الله تعالى قال تبوان دكا ولهم عذاب أليم عذاب بإيش وآزارش لبوان آما ذكراه لا تفسير السعدي ضلي وهذا أيضا من مخازي المنافقين فتوشيك لا صفة ناشرين كان منافق كان ضلي أوان فكانوا قبحهم الله خوا قباحتهم بيبخشي لا يدعون شيئا من أمور الإسلام والمسلمين يرون لهم مقالا إلا قالوا وطعنوا بغيا وعدوان هرشتشيان بديت بقى لحال إسلام مسلمان إلا قصتشيان تيدا ذكروا طعنوا قالتشيان بيدا ذكر
فلما حث الله ورسوله على الصدقة كاتك الله تعالى إيمان داران هان دال بو صدقة بكن پیغمبر صلى الله عليه وسلم إيمان داران هان دال بو صدقة بكن بادر المسلمون إلى ذلك يتر مسلمانان دست بيش خريدة كان إيمان داران لبو ببخشن وبذلوا من أموالهم كل على حسب حاله يتر هاتن دایان بخشی هر یک ولقدر توانای خوی منهم المكثر ومنهم المقل يواهبو كتوانای هب زور دبخشی يواشبو بتوانابو كمي دبخشي فيلمزون المكثر منهم بأن قصده بنفقة الرياء والسمعة يتر اواني كزوري عند بخشي ديانغو اوان اما بستيان بابن الرياء والسمعة ما بستيان خلق بيان بينهم خلق باسيام كا وقالوا للمقل ادي او كمي دبخشيان بيدغو كفقيره دانغو أو كمتسيا إن الله غني عن صدقة هذا إيه الله تعالى سبيس بو صدقه والعياذ بالله يترخوا يقولوا واتي دابزا الذين يلمزون أي يعيبون أوانيكوا وكل قاسم دل الذين يلمزون أي يعيبون أوانيكوا عيب تبين ولا شيء المتطوعين أي المتبرعين أوانيكوا تطوع ذاك التبرع ذاك المال إخوان والتطوع التنفل وهو الطاعة لله تعالى بما ليس بواجب كواتا ديار يعني متطوع أو كسي كذا بخشي لبشتي كواجبني يعني غير زكاة ديت صدقة لبخشي أو تطوعة يتر منافق كان داتا عيبيا لو متطوعان ديتوا لا إيمان داران في الصدقات لو صدقاتاني كوادي بخشن فيزعمون أنهم تصدقوا رياء كواتواني كودولو مندن زوري دبخشن بيت قال الزكاة عيبيان لديتنو دانغو أوانا مبستيان ريائية والذين لا يجدون إلى جهدهم وهلوها عيبيان لو كسانج دديتو كوا لا يجدون إلى جهدهم أي لا يجدون ما يتصدقون به إلا قليلا كواتا دولة من دكان دانغو زور دبخش لبريائي أواناش كوا فقيرا تنها شتيشي كم لتوانا دا بخشن لبري جهد مقدار طاقتهم هو شيء قليل يعيش به المقل كواتا اواني كوانيتيشان لقدرت وانا اخوان شتيش كم يان دبخشي شتيش كم يان دبخشي عيبيان لوانج دديتوا فيسخرون منهم يتر قالتان بوان ذكر اي يهزؤون بما يقول ان الله غني عن صدقاتهم قالتان بي ذكردن دانغو الله تعالى تسبيستي بوشتكميك انغو هنايتان ابن عاشر ضل اختير المضارع في قول يلمزون وقول فيسخرون للدلالة على تكرر هذا منهم كواتات كذا فالمي أنا في شيء منافق كان كوا يلمزون ويسخرون أبا بس غير فعل مضارع هنا يتوا بلقي لسركوا بردوام بون زال لدواي زار أوها عيب عاريان لإيمان داران دديتو سخرية وقالتان بيذا كذن لمقابل ده سخر الله منهم وكل محرض أي سخر الله من هؤلاء المنافقين في مقابل سخرية من المؤمنين الله تعالى قال تيبوان دكا بو منافقان وكو أوان لمقابل دا قال تبا إيمان داران دكا سخر الله من إله صفتك كوا دراية بال الله تعالى خواهي يقول بها فرمي بلان بمطلقين لباب مقابلة كاتي قال تبا إيمان داران دكا الله تعالى قال تان بيدكاتو لمقابل قال تيوان بإيمان داران ولهم عذاب أليم وهروا بعذابش بيش وآزاريان هي وكو أبي سعود دل إيراد الجملة الاسمية بكابة جملة اسمية وجملة هنايتو بلقي لسد استمرارية وهروا هكذا فلما عذاب أليم بالتنوين هاتية عذاب أليم دل أو تنوينش لبو عذابكيو وهروا لبو أليمكي للتهويل والتفخيم عذابش زور قوري خوابنا من دا جاء لحديثك ذاك بخاري ومسلم والنسائي رواتيان كري أبي مسعود أنصاري خوالي رازد فرمي لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة كاتك وبيام صلى الله عليه وسلم فرمان بيكنا الصدقة وبخشين بدين كنا نحامل على ظهورنا واتا حنبالي ما عندك بشتي خومان شتمان دقواستوا لسر بشتي خومان شتمان دقواستوا لو أزري كذا كوتا دستمان أمش لو أزري كما كذا كوتا تسمع هندي الشمال اللي ذكر خير فنجيء بالمد زاروا شتيشي كم واتا مستيق جنم ياخذ مستيق جو من دهنا وكو بخشين دمان بخشي لمقابله كو إيش حنبالي ما كرديه طلع فجاء رجل فتصدق بشيء كثير انت دلي پیاوێ کات کەوا شتێکی زۆری بەخشی لە ئیمانداران منافقەکان گوتیان ئەوە مڕائیە واتە لە بڕیایی وەدەکا
پیاوێک کە هات فتصدق بصاع بەڵام پیاوێک فەقیریش هات ساعێک با بڵێن کە دەکات 4 مود واتە 4 مستە گەرمیان جۆ یاخۆ شتێکی وا بووە بەخشیتی دەڵێ منافقەکان گوتن ئین الله لەغەنیون عن صاع هذا خوای گەورە چ پێویستی بەو 4 مستە جۆ و گەرمەی هێکا و هینایەتی لێیە ئەو ئاتە دابەزی لەسەر ئەوان لا تفسير سعد الله إنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير براسي أن لو قصي كوا كرديان برانبر بوي كوا مسلمانان وإيمان داران عيب دار دكن لوي كذا بخشي زور دبخشي كدلين أور لبورياتي أو كم دبخشي دلين خواي جورس بيس بي تندين محاذير هي وتتندين ناروايتي هي كوا كرديتان بلام لبرتوابوني كان لير دوستين ببشتوان رب العالمين لا وانەی داهات و دێنەوە خزمەت تەفسیری و ئاتەوە ئەو مەحاذیرانەی کەوە تەفسیری سعدی باسی کردێ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون